السلام عليكم، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. رجعت لكم بفيديو جديد وبنة جديدة من سلسلة دبارة رمضان. فيديو اليوم باش يكون خفيف ظريف، مش باش نطول عليكم برشا. اول حاجة في المنيو متاعنا باش نحضر هو رشتة باللحم والا شوربة مفورة. خذيت كاسرونة خليت فيها نص فنجان متاع زيت، قرين فلفل قسيتو على 2 قليتو وهزيتو. خذيت لهنا طريفين متاع اللحم وراس بصل صغير قليتهم شوية في الزيت. بالنسبة للفاحات صحيين خليت فيه كل شيء، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة كركم، مغرفة صغيرة فلفل أحمر، ومغرفة صغيرة ثوم، ومغرفة صغيرة طماطم معجونة. حليتهم الكل في شوية ماء وزدتهم على اللحم والبصل اللي قليناهم في الزيت. خليتهم يتقليوا شوية وبعد مرقت بالماء حتى لين طاب اللحم. كان تحبوا الوصفة بغديتاي أكثر موجودة في القناة، ونخلي لكم اليوم في صندوق الوصف. فورت الرشدة ومن بعد سقيتها بالصوص. وهذه هكا الأول وصفة حضرت. نتعداو للوصفة الثانية باش نحضر تاكوس بخبز التورتيلا. خذيت لهنا الميزان وخليت فيها 400 جرام فارينة، دقيق أبيض عادي، زدت عليهم رشة ملح، مغرفة صغيرة خميرة جاتو، زوز مغارف زيت زيتونة. وباش نعجن بالحليب. بالنسبة للحليب الكمية راهي حسب الفارينة قديش تشرب ولا. تزيد الحليب حتى لين تتلمد العجينة، خليتها ترتاح نصيف ساعة. بعد لك شكلتها بالطريقة هذه، خليت فارينة على البلون دو ترافاي وناخو بالكعبورة متاع العجين ونحلها بالطريقة هذه بالقلقال. العجينة ياسر طرية سوبل تمشي معاك. خذيت هنا مقلة وخليت فيها العجينة وباش نطيبها على الغاز. كيف ما قاعدين تشوفوا هذه شكلها دوب تبدا تتنفخ ويولي كولورها هكايا وانتم تقلبوها على الجهه الاخرى. كمل طيب الخبيزات الكل وتو باش نعملهم في الفخس. خذيت لهنا صوص متاع بيتزا، تنجموا تعوضوها بالهريسه، والا انا مش متوفره عندي هريسه، والا اي حاجه تحبوا انتم تعملوها. تنجموا تعملوا مايونيز، كاتشوب، اي صوص تفضلوا. زدت عليهم سلطه قطعتها ليتو طماطم وكرم، وزدت عليهم اسكالوب بانيه ولفيتهم بالطريقه هذه. نجموا تبدلوا الاسكالوب البانيه بالدجاج والا بالتون. وهذم هكا الكعيبات متاع التاكوس يحضروا. رجعت طيبتهم على المقلاة جوست باش خذاو الفوم متاع هذاك الجروح ويجي منظرهم ياسر مزيان. وهيك هكا الكعيبه من داخل كيفاش جاو بنا على بنا. زدت لهنا سلايطة خضراء ليتو كروم وطماطم. ونتعداو للوصفة اللي من بعد باش نعمل كعبر شوكولاتة بقايا متاع كيك. سبق وحضرت قبل بنهار كيك سيترون، فضل منها دونك اللي احنا زوز من الناس كي نعمل كيك يفضل ديما. رحيت الكيك في الروبو. خديت توا صحيفة خليت فيها الكيك بعد ما رحيته، وباش نزيد عليه نخلط الكل. وباش نزيد عليها مغرفة صغيرة نسكافيه ومغرفة صغيرة كاكاو. بالنسبة لي انا زدت النسكافيه والكاكاو على خاطر الكيك بسيترون، دونك انا نحبها وشوكولا. اذا كان باش تعملوا كيك شوكولا دونك تنجموا تستغنيوا على الكاكاو والنسكافيه. باش نزيد لهنا تابع شوكولاتة سريته على الغاز كيف ما قاعدين تشوفوا. حليته مع شوية حليب وزدت الكمية مش الكل، شوية علول. وباش نخلط ونشوف لازم العجينة تتلمد وكي تكعبرها تتشكل معاك بسهولة وما تتلصقش في اليدين. كيف ما قاعدين تشوفوا راني اللي فيها منيش نعجن وبأطراف الأصابع، ما استعملتش الكف متاع اليد. شوفوا لهنا القوام متاعها كيف نكعبرها تتشكل وما تلصقش في اليد. خذيت لهنا صنادق بلاستيك خليت فيه بابي كويسون وباش نبدا نكعبر في البات اللي حضرناها مع بعضنا هكايا كعابر. ونحاولوا ان نعملوهم نفس القياس، سينو تنجموا تاخذوا ميزان وتوزنوهم. نكمل الكميه الكل وندخلها للفريغو حتى لين تجمد شويه. ومن بعد خذيت زوز طابع شوكولاته سريتهم مع مغرفه زيت، وتو باش نحط فيهم هذيك كعبر الشوكولاته نغلفهم بالشوكولاته الذايبه.
ومن بعد نجمو تاخدو صحن ولا أي معون تحبوه وتخليوه فيه كعبر الشوكولاتة بعد ما غلفناهم بالشوكولاتة الذيبة، وتدخلهم للفريجو شوية حتى لين هذيك الشوكولاتة اللي من الفوق تتماسك. كان نكون وصلنا لنهاية الفيديو متاعنا، ان شاء الله تكون دبرت اليوم عجبتكم. بالنسبة للشوربة عملت تشيش بالخضرة سبق وحضرته في القناة، تو خليلكم اللين في صندوق الوصف. نخليكم في امان الله واستنوني غدوة حي في فيديو جديد. باي باي.